المدى، وهندي أمثلة إن شاء الله علشان بالمثال يتضح المقام. تمام. عندي مثلا الهدف اللي هو قصير المدى. قصير المدى ده معانا من ساعة زمن لحد سنة. بيبقى زي ايه بالظبط؟ زي ان انا لو قرأت كتاب. في هدف تاني ممكن ياخد معايا شهرين او 3. لو انا بتعلم مثلا او بعمل دبلومة او باخد كورس في حاجة ممكن يقعد معايا شهر و2 و3. بس بيبقى اخر الاهداف قصيرة المدى ده بيبقى اخره سنة. عندي بقى الاهداف برضو من حيث الزمن ممكن يكون اهداف متوسطة المدى، وده الهدف ده بعد ما حققه، بعد ما احدد الهدف ده واختاره بيقعد معايا من 3 سنين ل5 سنين. وده زي التعليم الاساسي، زي المرحلة التعليمية. هدف ان انا اخد المرحلة الاعدادية او الابتدائية او اي مرحلة، او بعمل ماجستير او بعمل دكتوراه، معايا الرينج 3 سنين مثلا ل5 سنين. كمان بقى في حاجة بتبقى بعيدة المدى. أهداف بعيدة المدى دي بيبقى من 5 سنين لحد 25 سنة بيتحقق الهدف. لأن قبل ما تحط الهدف وتحققه لازم يا أستاذة نوران أسأل نفسي مجموعة أسئلة قبل ما أحدد الهدف بتاعي. أولا لازم تعرف يعني إيه هدف، وليه الهدف ده تحديدا اللي انت اخترته، وايه هي الدوافع ورا الهدف بتاعك ده، وايه تحديد الهدف. كنت عايزه اسال حضرتك السؤال ده. اتفضل. في موارد وفي احتياجات بنبقى عايزينها ومحتاجينها عشان نوصل للهدف. ايه بقى الحاجات دي اللي تساعدنا ان احنا نوصل لهدفنا؟ الحاجات اللي تساعدنا ان احنا نوصل لهدفها، اولا استعين بالله تبارك وتعالى. لازم اقول يا رب قبل ما اعمل اي حاجه. ثانيا ابدا ان انا اشوف الهدف بتاعي. الهدف بتاعك ده ايه؟ اي نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها، مهاري ولا معرفي؟ يعني مثلا وليكن انا عايز مثلا واحد مثلا عايز ان هو ينزل من وزنه. تمام. فالهدف هنا هدف مهاري. اللياقه البدنيه دي انت تتعامل معاها، بتحط بقى خطه. انت دلوقتي حددت الهدف، ان فما انا اخليها